السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهارده البغبغان للولاد، لعبه في البيت رخيصه ومن القماش اللي عندنا في البيت، زي ما عملنا اللعب دي قبل كده. يلا بينا نشوف الطريقه سهله وموجوده كل حاجتها في البيت. هنجيب عندنا مستطيل من القماش. انا عندي اللون البامبا ده متوفر، فعاملاه طبقتين اهو فوق بعض. وزي ما انت شايفه المستطيل ده هبتدي اقسمه. ده هيبقى الديل، فانا هقسمه بمسافه معقوله، ما يبقاش طبعا يعني في نسب كده في الشكل. زي ما انت شايفه كده انا حطيت الجسم اللي انا هشرحه لك دلوقتي بتاع جسم البغبغان اللي هو اللون الاخضر، وحطيت الجزء بتاع الديل اهو. هقسمه 4 مستطيلات رفيعة، ونراعي ان احنا هنخيطهم وهنحشيهم، فيبقى ما يبقاش المستطيل رفيع قوي، عشان يبقى عندك براح كده تبتدي تحشيه، وفي نفس الوقت تقدري تخيطيه من جوه. فنراعي الحاجات دي، لانك انت لو قصيتي مستطيل رفيع قوي مش هتعرفي لا تخيطيه ولا تحشيه. طبعا لما بيتحشى بيدي شكل جمالي وتجسيم للحاجه بتاعتنا. انا مش محتاجه في المستطيل بتاعي غير الحجم ده، فهقص الزياده اللي انا مش عايزاها اهو. انا عايزه حجم معين، بس هعمله 4 صوابع بس، ممكن تخليهم 5 زي ما انت عايزه. انا هنا عامله 4 صوابع، ده المستطيل اللي انا عايزاه، واللي هو هقسمه الى 4 صوابع زي ما انت شايفه. باجي بقى على الطرف بتاع المستطيل من فوق اللي هو هيبقى باين بره. هديله استدارة زي نص دايرة كده عشان يدي شكل جمالي. وطبعا الجزء اللي هيتخيط في الجسم ده على طول بتسيبيه مستقيم، عشان هتعرفي تخيطيه في الجسم. اللي انت شايفاه اخضر ده هو الجسم بتاع البغبغان اللي هنثبت عليه بقية الاجزاء. طبعا انا جبت مستطيل طويل، لان الجسم بتاع البغبغان في العادة بيبقى طويل، وبقية الاجزاء موجودة فيه في الحقيقة يعني. فانا قصيت الجسم بتاع البغبغان بحيث ان هو يبقى طويل عن باقي الاجزاء، طبعا لان ده اللي هيتحط عليه الاجزاء. واديته استدارة من فوق ومن تحت، علشان ما ينفعش يبقى في الجسم بتاع البغبغان خطوط مستقيمة طبعا. انا كده خلاص فهمنا ان الجزء الاخضر ده بتاع الجسم بتاع البغبغان، وطبعا عاملاه طبقتين عشان هحشيه برضو بالفايبر اللي هو بتاع الخداديات اللي موجودة بتاعتنا عادي يعني. وده بيتباع برضو في السوق ساعات، اكياس كبيرة في ملانة فايبر ممكن تشتريها، او لو عندك اي حاجة موجودة وما في فايبر مش عايزاه ممكن تحشيها بيه. انا كده خلاص بدأت اعمل الاستدارة بتاعت الحواف بتاعتها علشان ابتدي احشيها. وطبعا بسويها بحيث ان هم كلهم يبقوا واخدين يعني. تراعي كده وانت بتعملي الاستدارة. انا هنا بخيط، معلش الخيط مش باينة القص قوي. بخيط بقص بحيث ان يدي الجزء اللي فوق استدارة كده بسيطة. انا كده عملت اهو 3 صوابع او 4 هم مرصوصين، في واحده جنبي تحت ايدي مش باينه. وبقول لك هنخيط الاجزاء دي كلها، وبعد كده هنقلبها بقلم كده، بلاش المقص عشان ما يقطعهمش، ونحشيهم. ده المنقار بتاع البغبغان بقصه. طبعا انا جايبه هنا اللون البرتقاني بيبقى حلو قوي في الالوان، وبتقصيه بحيث ان يبقى عندك جزء زاويه قايمه للمثلثين. عشان طبعا هو زي ما انا رصاهم كده هيبقى هو ده المنقار بتاع البغبغان، يبقى مثبت كده صح. احشيهم بقى بالفايبر وبالقلم، ابتدي خلي الجزء اللي جوه يتحشى، وهنبتدي نخيطهم. وزي ما انت شايفه ده ترتيب الاجزاء وهي متركبه. ال3 صوابع فوق هم بتوع العرف اللي لونهم لبني، و4 صوابع اللي هم بتاع الجسم اللي لونهم برتقاني لونهم بامبا، حطاهم للديل. وده المنقار متركب. تعالوا نشوف الديل الارجل كده هتتركب ازاي. دي عارفين اللي هو زي الاستيك كده بتاع البناطيل الجاهزه، بيبقى فيه جزء كده بدل الاستيك. فعندي جزء لونه اسود خدته وقصيت منه جزء ثابت كده زي ما انت شايفه. وهتثبتي القدم جزء كده مايل كده زي ما انا عارف بقول، والجزء التاني هيبقى يعني زي ما انت شايفه اهو. الجزء التاني بصي شوفي بقى تركيبه ده
هتلاقيه متركب برضو بس عكس التاني عشان يدي حركة، يعني واحد مايل على الجهادي واحد مايل على الجهادي. الصوابع اللي تحت اللي انت شايفاها دي اللي هي 3 اجزاء مستطيلات خيطتهم في بعض، 2 قدام وواحدة ورا عشان تدي برضو شكل الحركة. نيجي بقى للجزء اللي فوق العينين، خدت الجزء اللبني ده من العرف اللي فوق عشان يدي ضي للعين، وجزء ابيض دايره بيضه ودايره سودا، والثلاث اجزاء دولت اللي هم بيعملوا لنا العين وثبتهم فوق. طبعا عن طريق الماده اللاصقه، بيتباع، ممكن لو عندك غيره من اللي هي بتتباع جاهزه دي تثبتيها بيها، او في مواد لاصقه كده بتتباع للصق الاقمشه، ممكن تستعيني بيها. بس طبعا لو عملتي بالغيره تخلي بالك عشان ما تبوظيش اللزق يخرج بره الدايره خالص. تلزقي 3 ببعض الاول وما ينشفوا، تاخديهم بقى تلزقيهم على الراس كده من فوق زي ما انا عامله. طبعا بتعملي العينتين، يعني مش 3 دواير وبس، لا هتعملي 6 دواير، 2 سود و2 بيض و2 لونهم لبني اللي هم هيمثلوا العين، وتلزقي ويبقى كده الجزء اللي احنا بتاع البغبغان كده اتثبت. طبعا انا مبين لك اهوت العرف اللي فوق متخيط كله بالابره والخيط، مش هتستعيني بمكنه ولا اي حاجه لانه حتى صعب قوي تشغلي مكنه عليها. عندك دي اهو متركب عن طريق الابره والخيط، وادى الجزء الخارجي. شايفين جماله؟ الله الله، شكله عجبني جدا الصراحه. بعد ما خلصته اعجبت بالمنظر. انت هتعمليه للولاد بقى بالوان مختلفه، لو عندك اي الوان تانية مش لازم الالوان دي. لو عايزه تعملي دي ال4 صوابع او 5 صوابع دول من الوان مختلفه وعندك الالوان اعملي. وبرضو تناسق الالوان كله مع بعضه ده بيرجع لك ممكن. طبعا هنا بوريكي دي القدم، ان عامله 2 قدام وواحده ورا عشان يدي برضو منظر للحركه بتاعت الاقدام. كل حاجه بتراعيها كده وانت بتركبي بحيث انه يدي للطفل لما يلعب بيها يحس انه بيتحرك معاه وكده، فبيبقى مبسوط وفرحان اثناء ما هو بيلعب. طبعا لاحظي دايما المكان اهو، انا باكد لك ان انت لازم تعملي واحده مايله الجهادي وواحده مايله الجهادي عشان يدي الحركه. بكده الاجزاء كلها بقت متثبته عندي، والطريقه سهله، والخامه زي ما بقولك الالوان غيري اللي عندك اعمليه. تناسق الالوان ده بيرجع لك، عايز تعملي نفس الالوان وعندك اعمليها. عندك الوان تانية وتقدري تنسقيهم برضو، ممكن تعملي الوان اجمل من كده طبعا انا حسب الالوان اللي كانت متوفره عندي. بس هو طبعا لما خلص في الاخر طلع الشكل جميل. وشايفين بقول لكم ان الديل لما تيجي تثبتي الرجل بتاعت البغبغان يكون في اخر جزء من الديل، الصوابع بتاعت الديل اهي. شوفي انا مركباها عند اخر صبع تحت علشان طبعا الاقدام بتبقى تحت، وفي نفس الوقت راجع قريب من الديل. شايفه يعني انا سايبه ايه صباع واحد ما بين المسافه ما بين الديل وما بين الاقدام وانا بثبتها. ولازم تعملي واحد مايل الجهادي وواحد مايل الجهادي عشان لو حركتيه يعني على الوش على الظهر هتلاقي ان في حركه للقدم، ويعني بيبقى عاطي شيء اشبه بالطبيعه نوعا ما. كده الاجزاء كلها متركبه وبطريقه بسيطه، وكلهم طبعا الجسم حشيته بالفايبر وخيطته كل المستطيل بتاعه، وبعدين ركبت الاجزاء عليه من بره. وادي اللعب اللي احنا عملناها من قبل كده. الله الله الله، شكلهم جميل قوي والولاد فرحانين بيهم. وانتي ممكن تبتكري وتعملي حاجات كتير يعني طبعا احنا كل الحاجات دي هسيب لكم الروابط بتاعتها في الصفحه موجودين. لو انتي مش هما طبعا بقى لهم فتره فيبقوا لتحت شويه في القناه، هحط لك الروابط لفوق شويه عشان تقدري تشوفيهم. وطبعا